لو عايز تعيش مديون على طول اعمل الكلام ده. اصرف قبل ما تفكر أصلاً. شوف أي حاجة ماشية دلوقتي ترند واشتريها. اشتريها بدون حساب. شفت إعلان اشتريه على طول. المرتب خلص ما في مشكلة. الكريدت كارد جاهزة. عيش فوق دخلك. كافيهات غالية، موبايلات جديدة كل شوية، وخزنته محفظتك فاضية وانت بتظهر كأنك غني. قسط كل حاجة. المهم القسط يبقى صغير، حتى لو طول حياتك هتسدد حاجات اشتريتها من زمان. ما تحتفظش بقرش في جيبك للتوفير. البنك موجود تعيش عليه آخر الشهر. خلي الفلوس في إيدك، ما تعملش حساب ولا ميزانية. اصرف وخلي المفاجآت تحصل. اهرب من كلمة استثمار. بورصة، ذهب، عقار، كلام فاضي. الأهم تجيب لانش جديد حتى لو عندك 10. اختار أصحاب زيك أو أسوأ. ناس كل يوم كافي وخروجات، ولما يجي آخر الشهر كلنا مديونين. استلف في أي حاجة بسيطة، خروجة، ديليفري. المهم ما تفوتش لحظة انبساط دلوقتي، وباقي حياتك وهم. الخلاصة، الديون مش حاجة بتحصل فجأة، دي عادات انت عايشها لحد ما تلاقي نفسك بتشتغل علشان تدفع ديون مش علشان تعيش. ابدأ من حاجة صغيرة تغيرها، هتلاقي حياتك كلها بتتغير بعد كده.